وصعبة. يا أخي أنت أحق بالعمل منه. إيش قصدك؟ قصدي يعني أنك يمكن بتحافظ على عملك أكثر منه وكذا، هو متشيق شوية في العمل. يعني قصدك أنا باخذ عمل ذا الرجال اللي كان يشتكي هنا الآن قبل قليل؟ مش تاخذ عمله أنت بدله. مش قصة يعني، بس يا مدير. أوه. مالك؟ والله الموقف محرج بصراحة وما أدري إيش أقول. يعني يا أستاذي أنا مش أقطع رزق أحد باختصار. يا حبيبي أنت ما تقطع رزق أحد، هذا هو عمل. أنت الآن إذا ما اشتغلت معي بيشتغل معي غيرك. لا تخلي أمه وأطفاله يدعوا علينا هم قياع. حاسس فيها أنا والله، حاسس فيها أنا والله. أنا أدري إنه عمل. يا أخي ترفض العمل. مش قصة ترفض العمل يا أستاذي الله يحفظك، أنا قصدي بأنه اللقمة فيها كسر نفس لإنسان مستحيل يعني أقبلها، ولا كيف أدخل عيالي؟ تعتبر على عيالي حرام. سامحنا يا مدير. والله ما أقول لك إلا خير، والله إن شكلك غريب يعني، ما أنتش محتاج العمل أو كيف؟ كيف مش محتاج العمل يا أستاذي؟ يشهد الله بأننا في قمة احتياجي للعمل. أنت عارف يا أستاذي إن إحنا بلا رواتب لنا 9 سنوات، وإننا مش ملاقي لقمة العيش لأطفالي وأسرتي، وإننا في اليوم الواحد أتقطع من داخلي 1000 مرة ومرة. لما يجي طفلك أمامك ماسك قطعة بيف شافها مع يد ابن الجيران ما توفر مع قيمة هذا البيف، ولا الجعالة، ولا فاكهة شاف قشرة موزة يجي يقول لك يا بابا اشتري لي منها، ولا ثياب العيد في أغلب الأوقات يكونوا بلا ملابس عيد. ظروف يعني أموت في اليوم 1000 مرة وأتمنى الأرض تنشق وتبلعنا. ما قال أنا مش محتاج العمل، أنا في قمة احتياجي للعمل. قسما بالله العظيم يا أستاذي بأننا في أغلب الأيام أنام أنا وأطفالي بلا عشاء، ونكتفي أحيانا بوجبة واحدة في اليوم. تعرف أننا أتفرج لعيالي. بسم الله. سامحنا يا أستاذي، خرجنا عن مجال العمل يعني اللي جينا من أجله، ونكشت لنا صنفور وجرح يعني من داخل الروح خرجته. لا أنا أشوف إنه يعني إذا كنت يعني فعلا محتاج للعمل فما حد. أنا قلت لك قسما بالله يا أستاذي يا مديري بأننا في قمة احتياجي للعمل، لكن هذا ما يعني أن أنا أبني سعادتي وسعادة أطفالي على تعاسة شخص آخر أو على سعادة سواء كان هذا الشخص أو غيره. هذه ما أرضاها على نفسي أنا أولا، ولا أكيد ضميري بيطاوعنا أكل عيالي هذه اللقمة ونتذكر هذا الإنسان اللي قطعت رزقه هو أطفاله وأسرته وأمه. بس لازم تصبر، لازم تقول الحمد لله. كتمنا لحد إنه خلاص يعني فاق الحد. لكن لازم يكون والله العظيم يا أستاذي يعني بقول لك كلمة ما قلتها حتى لأقرب الناس لي، حتى لزوجتي. قسما بالله العظيم أنا مرة فكرت بالانتحار. تعرف هذا الشيء لولا إيماني بالله. الله المستعان. فانت تقول لي مش محتاج للعمل، لا احنا قلبناها لشكوى مشاكل الشخصية. أنا آسف دخلتك في مشاكل الشخصية يا مدير وأنت ما لك علاقة بالوضع هذا كله. أنا آسف من أعماق قلبي، سامحنا وضيعت لك وقتك الله يحفظك. العمل هذا ما يلزمناش، أنا آسف ما أقدرش والله، ما أقدرش والله. ما شاء الله عليك.